يا مساء الأنوار، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى رجعت لكم فطير تاني زي الفطير المشلتت اللي انا كنت عاملاه وعجبكم جدا، وجاب اكبر عدد من المشاهدات على قناتي. اي نعم معداش ال1000، ولكن بالنسبة لي وبالنسبة لبداياتي فهو الرقم كبير وانا مبسوطة جدا جدا. مع اني عملت بعده خبز التورتيلا، وكمان عملت الفراخ بالزبادي واللبن الرايب، لكن المشاهدات بتاعته كانت قليلة جدا. وعرفت وقتها ان احنا بنحب الحاجات السمينة الدسمة كده. ورجعت النهاردة بفيديو جديد، بس الفطير المرة دي فطير شرقي، مش بالسجق ولكن باللحمة المفرومة. طبعا اللحمة المفرومة اليومين دول كنز. يلا هنبدأ على طول. معايا هنا دقيق، طبعا 4 أكواب من الدقيق، ودي على حسب الرغبة. الكمية اللي أنا حطيتها عملت معايا فطيرتين كبار. طبعا الفطير ما بيحتاجش اي حاجة خالص غير هو الدقيق ومعلقة كبيرة من السكر، كمان رشة ملح، وهنعجن بالمية عادي. ننزل بالمية بالتدريج. اول ما الدقيق يبدأ ان هو يتبل كده ويشرب كل السوائل، هبدأ ان انا اعجنه. طبعا لازم نعجنه عجن مستمر مدة طويلة جدا، لان هو العجن هو المادة الرافعة بتاعته، هو الاساس. دلوقتي انا هنزل ب3 معالق من الزيت النباتي العادي خالص. اي زيت عندك متوفر نقدر ان احنا نضيفه. هنقلب دلوقتي بالمعلقة او السباتولا زي ما تحبي خالص، او كمان ممكن في العجان. دلوقتي بقى انا هبدأ اعجنه عجنا مبرحا لغاية لما تتكون عندي عجينة بتكون قاسية شوية، صغيرين بس فيها التلزيق كده، يعني هي مش عجينة سايلة أو عجينة طرية خالص لينة، لا بتكون قاسية شوية. هو عجين الفطير بيكون كده علشان نعرف إن احنا نتحكم فيه ونفرد العجينة على قدر الإمكان، يعني أكبر حجم على قدر الإمكان. دلوقتي أنا خلصت عجن فيها، هي ما بتلزقش بس إيديا طبعا متعصة من العجن. دلوقتي انا هحط شوية من الزيت علشان احط العجينة وهسيبها ترتاح يعني مدة برضو طويلة. هي مفيهاش خميرة او اي حاجة، بس احنا اتفقنا ان اي عجين لازم ان هو يرتاح علشان نعرف ان احنا نتحكم فيه وما يكونش قاسي معانا في الفرد. انا غطيتها وحطيتها على جنب. طبعا هي ترتاح لكن احنا مش هنرتاح، احنا هنبدأ بقى ان احنا نجهز الحشوة بتاعتنا. عملت كمية كده معتبرة من الخضار. الخضروات دي طبعا أنا عاملاها مش توفيرا للحمة، طبعا اللحمة متوفرة على طول، لكن أنا عملتها لأنها فيها قيمة غذائية للأطفال. دلوقتي أنا هبدأ ننزل بشوية من الزيت عليهم البصل. أنا قطعت بصلتين كبار. هبدأ إن أنا أول ما هيتبلوا هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا احنا ممكن نقلل كمية اللحمة ونحط ربع كيلو بس على حسب الإمكانيات أو على حسب المتوفر عندنا. أنا كان عندي كيس لحمة مفرومة نص كيلو من العيد الكبير اللي فات. أنا قلت خلاص كده كفاية عليه، نخرجه بقى ده جا وقته. هنحط نص معلقة صغيرة من توابل اللحمة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، والملح على حسب الرغبة. أنا حطيت معلقة يعني مليانة بس صغيرة، معلقة صغيرة مليانة من الملح. بدأت إن أنا أقلب الملح والتوابل كلها مع اللحمة. هنا أنا كنت مقطعة طماطم وجزر وكمان مقطعة فلفل. الطماطم أنا قطعتها مكعبات علشان هحطها في حشوة الفطيرة، بس أخدت قلب الطماطماية وبدأت إن أنا أنزل بيها على اللحمة المفرومة. الجزر هنا أنا مقطعة يعني 4 جزرات كبار. الجزر حلو جدا واحنا بنحبه جدا في الأكل، فأنا قطعت كمية كبيرة جدا من الجزر ونزلت بيهم واحدة واحدة. كل ما بنزل بحاجة أبدأ أقلبها وأسيبها شوية على النار تاخد من طعم اللحمة والتوابل، وبعدين بنزل بالحاجة اللي بعدها. نزلت طبعا بالفلفل الألوان وسبت نصه لأن أنا هحتاجه في برضو حشوة الفطيرة. اللحمة خلاص استوت وسبتها على جنب وطفيت النار. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نجهز الفطيرة بتاعتنا بعد ما ارتاحت.
هنا معايا كوباية من السمنة البلدي، سيحتها وبدأت إن أنا أدهن الصينية اللي أنا هفرد فيها الفطيرة بتاعتي أو رقات الرقاق. طبعا أنا النهاردة حبيت إن أنا أعمل الفطيرة الشرقي بتاعتي بالرقاق، يعني لأن طبعا ممكن ما يكونش فيه ناس عندها مساحة كبيرة إن هي تفرد فطيرة كبيرة جدا وتحط فطيرة صغيرة فيها وبعدين تحط حشوة اللحمة. طبعا أنا عملت الفطيرة الكبيرة في الفطير المشلتت. دلوقتي حبيت إن أنا أفرد رقات صغيرة من الرقاق علشان أعمل الفطيرة بيها. قطعت قطع العجين بتاعتي إلى 8 قطع. كل فطيرة هتاخد 4، 2 تحت و2 فوق. بين كل فطيرة والتانية لازم أدهن بالسمنة البلدي أو أي حاجة متوفرة عندنا، أي دهون متوفرة عندك، لأن طبعا لازم ندهن علشان تكون هشة وبتقرمش. دلوقتي هنا أنا بفرد بالدقيق. بالنسبة لي أنا بحب أفرد بالدقيق، ما الزيت يعني نص ونص معايا بصراحة، الدقيق أفضل بكتير. زي ما انتوا شايفين أنا أول ما قطعة العجين بدأت إن هي تاخد الشكل المستطيل الصغير، بدأت إن أنا أقطم العجين من أوله من الطرف، وبعدين أحطه على النشابة بتاعتي أو أي حاجة انت بتفردي بيها، وأجيبها من النص وبعدين على الأطراف، من النص على الأطراف، بوسع فيه العجينة من النص على الأطراف. فردها حرفيا ممتع جدا وسهل جدا وبسيط، وشايفين سهلة معايا وبتتفرد معايا بشكل جميل جدا ومهقاش قاسية معايا. لأن طبعا أنا سبتها ترتاح مدة طويلة. كل ما بنسيب العجين يرتاح مدة طويلة بيكون سهل إن احنا نشكله براحتنا وبالشكل اللي احنا عايزينه. دلوقتي أنا طبعا أنا كان ممكن إن أنا أقسم الفيديو وأقطع منه الحتة دي أو الجزء ده، ولكن حسيت ان الشرح بالكلام مش هيوضح لنا الصورة زي النظر الى الصورة عملي. لو احنا هنفرد كل كمية الرقات على بعض لازم يكون في دقيق في النص او مادة دهنية، لان احنا لو فردناها على بعض بدون ما نحط اي حاجة في النص هيلزق منك، وهتبدأي ترجعي تاني انك تعمليه كرات وتفرديه من الاول تاني، لان خلاص هيلزق منك ومش هتقدري انك تفكيه عن بعضه. لو هنركنه على جنب بين كل طبقة والتانية لازم ان احنا نحط مادة دهنية او رشة دقيق، بس يكون رشة الدقيق خفيفة. واحنا بنفرد الرقات نحط الدقيق بالكمية المناسبة لينا، ولكن بعد انتهائنا من فرد الرقات لازم ما يكونش عليها ولا نقطة دقيق، يعني ننفضها كويس جدا. انا اكتفيت ان انا اصور لكم يعني 2 من الرقات اللي انا فردتها، ومش هصور ليكم غير صينية واحدة بس، لان طبعا الفيديو هيكون طويل جدا لو صورت الاتنين. انا طبعا كنت دهنة الصينية بمادة دهنية اللي هي السمنة البلدي، وبعدين فردت فيها اول راق من الرقاق بتاعي، وبدأت كمان ان انا ادهنها بالسمنة البلدي بتاعتي. هنبدأ دلوقتي ان احنا نضيف الراق التاني. هو طبعا خفيف جدا جدا جدا، والراق يعني رقيق جدا، لان انا مش عايزاها تكون دسمة كده وتقيلة وانا باكلها. ودي كمان اخف من الفطير المشلتت، لان السمنة فيه يدوب بعمل كده مسحة بسيطة بالفرشة بتاعتي. اي حتة زايدة او حتة شايفينها كبيرة حابين ان انتوا تقطعوها تتخلصوا منها على حسب رغبتكم، لكن انا هقسمها عادي، يعني هقطمها واحطها في الصينية عادي بتاعتي، بدهن زي ما انتوا شايفين بالسمنة البلدي. حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها ان كل الاطراف لازم ان هي تكون متوصلة ببعض، ونكون مقفلينها بصباعنا كده، يعني ندوس عليها بصوابعنا لغاية لما الأطراف الأربعة يكونوا ملامسين لبعض ومقفولين بإحكام، علشان في الفرن ما تتفتحش منا، ويكون كل واحدة باين كده إن هي مفتوحة من الأطراف. لازم إن احنا نقفلها بإحكام. كمية الحشو أنا طبعا حطيت زي ما انتوا شايفين كمية حشوة كبيرة جدا، لأن طبعا احنا بنعملها في بيتنا لأهلنا ولأولادنا، فلازم إن احنا نتوصى. وطبعا الخضار طبعا أغلب الأطفال ما بيحبوش الخضار. في اللحظة دي من أول ما بدأت إن أنا أكون الصينية، الفرن بتاعي بدأت إن أنا أسخنه على أعلى درجة حرارة
لان انا لما احط صينية الفطير الشرقي بتاعتي لازم احطها على درجة حرارة عالية جدا جدا، علشان ما ينشفش مني. انا عايزاها تكون بتقرمش ولكن طرية. دلوقتي انا بدأت ان انا اقفل الصينية بتاعتي، وحطيت كل الخضروات بتاعتي اللي هي الفلفل والطماطم جوه. وكمان انا اول ما هقفل واحط الرقات فوق بعض وهدهنهم بالسمنة البلدي، كمان هحط شوية من الجبنة الموتزاريلا، او حطيت كمان جبنة موتزاريلا جوه، وهحط كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا والفلفل وكمان الطماطم فوق على الوش. طبعا انتوا لو عندكم زيتون او لو بتحبوا الزيتون، احنا ما بنحبش الزيتون قد كده في المعجنات، فاكتفيت بالحشوة دي وبالشكل النهائي بتاعها. وحرفيا هتدوقوا احسن وافضل فطير شرقي اتعمل في البيت، لان اي حاجة بنعملها في البيت بتكون افضل كتير كتير من اي حاجة بنعملها بره. وانا من الناس اللي بتحب العجين جدا جدا، بحب المعجنات والحاجات اللي هي بستخدم فيها الدقيق كتير. وطبعا لو عملتيها في البيت حرفيا اولادك هينبهروا بيها وبطعمها، وهيطلبوها منك كل اسبوع. بس احنا طبعا هنقول لهم خلاص يا ابني خلاص، اللحمة دي بقت زي الكنز. شايفين شكلها وجمالها؟ تحفة جدا جدا وطرية وخفيفة جدا، لان احنا طبعا مكترناش في الرقات. حرفيا حرفيا افضل حاجة هتحبوا ان انتوا تعملوها وتاكلوها بألف هنا وشفا مقدما من دلوقتي.